فنان لقى نفسه عايش في ضلمة بعد ما كان عايش تحت الأضواء، ففقد بصره بسبب مكياج فاسد. قصتنا النهاردة عن الفنان الراحل فؤاد أحمد اللي اتولد يوم 27 يناير سنة 36. دخل كلية الآداب ودي كانت رغبة والده، لكنه كان بيعشق التمثيل. بعد ما خلص دراسته في كلية آداب دخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته قدم الكثير من الأدوار الكوميدية وكان هدفه إنه يبقى فنان كوميدي، لكن المخرجين كان ليهم رأي تاني وحطوه في أدوار الشر. فعلا قدم الكثير من أدوار الشر في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ولكن شره كان بنكهة مختلفة. وبرغم من براعته في تقديم الشر إلا إنه في الحقيقة كان معروف بطيبة قلبه وبخجله وابتسامته. إيه بقى قصة فقدانه للبصر دي؟ أثناء تجسيده لشخصية هامان في مسلسل محمد رسول الله حطله المكير كمية كبيرة من القطران على راسه أدت لسد الشعيرات الدموية في الراس، وده أدى لتوقف وصول الأكسجين للمخ، غير إنه كمان استخدم الدوكو اللي بيستخدم في دهان العربيات ودهن جسمه ووشه بيه، وكان بيشيل كل ده يوميا ببنزين. فاتصاب بعدها بالعمى وفضل متعايش مع فقدانه للبصر لمدة 20 سنة. عانى خلالها من العزلة والعجز وتجاهل الوسط الفني، لدرجة إنه ما كانش حد بيزوره من زمايله لحد ما اتصاب بالاكتئاب. وفي آخر لقاء معاه قبل وفاته قال إنه بعد سنين من العمل والنجاح والأضواء لقى نفسه بيعيش في ظلام ما يعرفلوش حدود، وإنه هيموت أعمى. وقام بتصميم قبره بإيده وكتب عليه النهاية هنا، مرقد الحج الفنان فؤاد أحمد، من كان أسعده في يوم فليقرأ له الفاتحة. وطلب إنه يتنشر نعيه بالطريقة دي. فؤاد أحمد البقاء لله، أخلص متميزا فأعموه وتنصلوا فنبذهم ترفعا ولا عذاب. ومن أشهر أدواره حمودة الأعور في فيلم المشبوه، ربنا يرحمه. وفي النهاية قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه للفنان الراحل فؤاد أحمد.